بعد 6 سنين لأحلام سلطان المنسي بيرجع أمير عيد للسينما من تاني. تعال أقول لكم إيه الحكاية. تفتكر لو حد جه وقال لك من 6 سنين إن أمير عيد نجم فرقة كايروكي الغنائية هيبقى ممثل ناجح، كنت هتصدق ولا هتقول دي مجرد إشاعة وهتعدي؟ حقيقة إن أمير مش بس جرب التمثيل، ده بقى يثبت في كل عمل جديد إنه موهبة حقيقية مش بيجرب وخلاص. وفيلمه الجديد أحلام سلطان المنسي بيعتبر محطة قوية بيرجع ليها للسينما تاني بعد غياب. الفيلم ده بيرجعه للسينما اللي كانت سبب دخوله عالم التمثيل من البداية سنة 2019 لما فاجئ الكل بفيلم لما بنتولد، ومن ساعتها وكل خطوة بياخدها في التمثيل محسوبة ومميزة. طب أكيد هتسأل نفسك إيه اللي بيميز فيلم أحلام سلطان المنسي؟ أول حاجة، الفيلم ده شاهد على تعاون رابع بين أمير والسيناريست المبدع محمد نايل بعد ما اشتغلوا سوا في مسلسل ريفو وقدموا منه جزئين، وكمان مسلسل دواعي السفر. التوليفة دي دايما بتطلع بحاجة مختلفة، وده اللي بيخلينا نتحمس أكتر للفيلم الجديد. كمان بيشارك في البطولة باسم سمرة والفنان الفلسطيني كامل الباشا وغيرهم من الفنانين اللي هتعلن عنهم الشركة المنتجة الفترة الجاية. يعني فريق تمثيل تقيل، والنتيجة غالبا هتكون حاجة قوية تستحق الانتظار. لكن أصل الحكاية بدأت من 17 سنة، من الغنى للسينما. الناس كتير فاكرة إن أمير ظهر فجأة كممثل، لكن الحقيقة إنه كان ليه ظهور صغير جدا كضيف شرف في فيلم زي النهاردة من حوالي 17 سنة. بعدها ركز على الغنى مع فرقته كايروكي وحققوا نجاح كبير، وأغانيهم لسه لحد النهاردة بتأثر في الناس، وحفلاتهم بتكون فل دايما. لكن التمثيل فضل جواه وقرر يرجع له تاني سنة 2019 بفيلم لما نتولد، وده كانت بداية جديدة خالص. وفعلا أثبت إنه مش مجرد مغني شاطر، لا ده كمان ممثل شاطر وعنده حضور وطاقة مختلفة. ونقدر نقول إن مسلسل ريفو اللي اتعرض سنة 2022 كان نقطة التحول في حياته ومشواره. أمير فاجئنا كلنا بالمسلسل اللي لعب فيه دور شادي أشرف. الشخصية دي كانت قريبة منه جدا وشبه شخصيته في الواقع، لأنه برضو شادي مؤسس فرقة موسيقى لكن المرة دي في التسعينات، وده اللي خلى الأداء يطلع طبيعي وبسيط ومؤثر جدا. الناس اللي حبت ريفو بجنون واتعلقت بالشخصيات، وشوفنا تفاصيل بداية تكوين الفرقة والتحديات اللي واجهوها علشان يوصلوا للجمهور. النجاح الكبير للمسلسل خلاهم يقدموا جزء تاني كان أحلى كمان من الأول، وخدنا في رحلة نكتشف فيها إيه اللي حصل لشادي وإزاي اختفت الفرقة بعد ما لمعت ووصلت للنجومية ما حصلتش. نجاحه وصل لدرجة إنه خد عن دوره في ريفو جايزة أفضل وجه صاعد في مهرجان الدراما بالعالمين سنة 2023، وده كان دليل إن موهبته حقيقية مش مجرد تجربة. وبعدها قرر أمير يجرب حاجة مختلفة تماما، وكان ده في مسلسل دواعي السفر، واللي كان معتمد بشكل كامل على التمثيل بس من غير غنى. وهنا قدر يثبت إنه قادر يشيل دور ويعيش الشخصية بعيد عن صوته اللي الناس بتحبه. وبعد النجاح الكبير اللي حققه أمير في التمثيل، كتير من الجمهور سألوه هل أمير ممكن يسيب الغنى ويركز على التمثيل بس؟ لكن بنفسه قال في أكتر من تصريح إنه عمره ما هيبعد عن الغنى، لأنه بالنسبة له شغف وحب كبير، وإن التمثيل بالنسبة له مجرد هواية بيحبها، وبيختار بس الأدوار اللي بتحمسه وتجذبه، ومن خلالها تديله فرصة يعبر عن نفسه بطريقة مختلفة. الخلاصة، أمير عيد مش بس نجم في عالم الغنى، ده كمان بيبني لنفسه مكانة حقيقية في عالم التمثيل، ومع كل عمل جديد بيأكد إن عنده طموح أكبر بكتير من كونه مغني ناجح. ومن الواضح إننا لسه هنشوف منه كتير، يمكن في فيلم أحلام سلطان المنسي نشوفه بيقدم دور من أقوى أدواره. اللي أكيد إن أمير بيكمل مشواره بخطوات ذكية وبيحقق المعادلة الصعبة بين الشغف والموهبة. فتفتكروا فيلم أحلام سلطان المنسي هيكون النقلة اللي تخلي أمير عيد نجم شباك في السينما زي ما هو نجم غنى على المسرح؟